الاستقرار بالنسبه للعلاقه اللي هو مبني على الجواز من اهدافه ان هو يدي احساس بالاستقرار قوي، ان في حد معاك انت مطمن ان هو معاك بغض النظر عن اي حاجه بتحصل في الحياه. وده اللي بيميز الجواز، ان هو انه على الحلوه والمره. ومش معنى ان هنا انه الحلوه والمره انه المره دي هتكون حاجات اعرف استحملها، لا، هي عشان هي مره علشان هي اكبر من احتمالك. فهنا اساس الجواز في افتراض انه انا مع الشخص دوت فيما اكتر من قدراتي على الاحتمال اللي انا متوقعها، فانا همر بالم وهفضل مكمل مع في العلاقه دي. فالعلاقه لما بتدي احساس الاستقرار ان في حد معايا بغض النظر عن الظروف اللي في حياتي، بتدي احساس بالامان. عشان كده مهم يكون في كمان ثقه في الغيب، انه في ثقه في انه الشخص ده او الانسانه دي معايا وهتديني احتياجاتي، وهقدر ان انا استمتع بسد الاحتياجات اذا كان الاساسيه او اللي فوق او الجسديه واللي فوق، بدون انه يكون في يعني شروط تعسفيه. فعشان كده مهم العلاقه لما بيكون فيها ثقه ان الانسان واثق في الطرف الاخر، ان هو معاه، ان هو بيهتم بيه، بيديله الرعايه، بيديله احتياجاته اذا كانت الجسديه او الفكريه. بيبتدي ان هو لما بيكون الثقه دي موجوده بتبقى فيه متعه كبيره جدا في العلاقه.